يلا، سلام الناس الزوينين، لاباس عليكم بخير. Today we're gonna talk about one of my favorite subjects that I always talk about. دويت عليه مليون مرة وغادي نبقاو كندويو عليه every single time. Authenticity. How to be authentic, how to be yourself, how. So اليوم غادي ندويو على كيفاش تكون على حقيقتك. Last time we spoke على كيفاش تواجه الباكلاش اللي كيجي from being yourself. But this time we will draft a plan on how to be yourself. So bear with me, okay? So بحكم أننا عايشين في social construction ديال العالم كامل، ماشي بلاد وحدة، ماشي جنسية وحدة، العالم كامل، أنه خاصك تصرف أو تبني الكاركتير ديالك باش تبان ولا باش تعجب الناس أو لا تفرن، ماشي مبنيش على كيفاش كتحس أو باش انت تحس بالرضا على راسك. No. It's about the other satisfaction, but that is fucking wrong. And then بنادم wonders علاش people are going through depression, علاش everyone is so tense. It makes sense. إلا كنتي كتعفط على راسك just to fit in, of course you're not gonna be happy the fuck. But we're gonna work on that today. We will fucking work on that. أول حاجة غير باش نكونوا واضحين، تكون على حقيقتك، ماشي هي أنك تقول كل شيء للناس في وجههم ولا ما تسوق لحتى شي واحد ولا تكون وقح. كاين فرق ما بين أنك تكون على طبيعتك وما بين أنك تكون إنسان وقح ما مربيش. those are two fucking different things. So don't come over here with الناس ما كيبغيوش يقول لهم الصراحة وأنا غير قلت لك اشنو كاين، نتوما كتبغيو لينا فقكم. no. اول حاجه غادي نبداو بها هي اننا نحددوا الفرق ما بين هاد الجوج. because تعيش على طبيعتك هي انك تعيش في انسجام مع راسك، to be at peace with yourself, okay, to be comfortable with who you are. ما تنافقش، ما تلبسش شخصيات ماشي ديالك، ما تبقاش كتبدل في لي ماسك على حسب السيتويشنز وعلى حسب البنفيت ولا الربح اللي عندك من كل انسان كتعامل معاه etc. هو انك تعيش، تلبس، تفكر، تهضر، دير كل شيء بطريقتك انت، طريقه اللي كتعبر عليك انت، على شكون انت. ماشي على الناس شنو كيتسناو منك او لا شنو اللي غادي يخليك تبان the best in society. اوكي، تاني حاجه، علاش اصلا من الاساس علاش صعيب اننا نكونوا على طبيعتنا؟ if you think about it، واحد السؤال بديهي، علاش المفروض انه على طبيعتنا؟ بمعنى انه كما حنا خصنا نعيشوا. كنساو انه حنا راه تبرمجنا من صغرنا على كيفاش نعيشوا. ما كتعطاكش ديك تشانس انك تعرف راسك شكون. نو من الصغر وحنا كنتبرمجوا على شنو هي هذيك البيرسوناليتي اللي خاصنا، the ideal personality اللي خاصنا نوصلوا ليها in a way or another if you get it. and it's always ما تقولش هكا، ما تهدرش هكا، ما تاكلش هكا، البنات خاصهم يكونوا ظريفات وزوينات، الدراري ما خاصهمش يبكيو، الناس خاصهم يرضيو والديهم والجيران والاساتذه وما نعرف و your future partner and الفقيه and it's just too much. بزاف ديال البوكسز اللي خاصهم يتشيكو. and this is the crazy part. شكون عاطي لهاد الناس هادو اصلا اولا لهاد third parties الكواليفيكيشن انهم اصلا يجادجيونا؟ like كيفاش ممكن اننا نثقوا في الناس انهم يجادجيونا وينقطونا بحال شي ورقه امتحان كينقطوها how good you are. this is me, this is I'm a human being. you don't get to fucking judge me, especially انهم حتى هما بكرهوا انهم حتى هما براسهم they're trying to fit in. By the way, I'm saying blob because previously someone said ما تبقايش تخسري الهضره because they like to share the videos with their family. So I understand, I do it for this in my real life. I will always نخسر الهضره because it helps me express. Anyway, so it's كتكبر وانت كتحاول غير ترضي everyone الا راسك، كتحاول ترضي كل شيء من غير راسك، وفي هذه الطريقه هذه كتنسى راسك. ما whatever true self that was in you,
نفسك الاصليه كتضيع كتضيع كتغبر وسط من كاع هادشي اللي كتحاول تبني فوق منها اللي ماشي ديالك. it's not yours. الوغ كيفاش تكون على طبيعتك؟ كيف منين غتجي هاد طبيعتك بعدا؟ حيت كنرجعوا نقولوا انه ملي كنا صغار وحنا كنتبرمجوا على واحد specific set of characteristics that we need to have in order for us to be perfect person. اول حاجه من هنا بعدا نسى شي حاجه سميتها perfectionism. المثاليه راه it's shackles، قيود، واحد قيود. I don't know another word for that. مناط كتمنطك شي المثاليه كتمنطك، خاصه المثاليه اللي وهي المثاليه جينيرالمون خاصه المثاليه اللي comes from the society, you know, from wanting to please, to be perceived as perfect by the society. اول حاجه كنطلقوا ديك الحاجه لاننا نكونوا مثاليين so we would be able to embrace ourselves بالخيب وبالزوين باش نقدروا اننا نتعرفوا على راسنا بلا ما نهربوا من الشيم والغريف والريغريت نو 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 نو. هي انت انسان، كلنا راه غير ناس، كلنا اول مره غادي نعيشوا في الدنيا، عادي كلنا عندنا اغلاط، كلنا فينا حوايج ماشي بارفي وشنو الغرض ديال انك تكون بارفي اصلا؟ باش تكون بارفي تخيل انه كاين في شي مصنع البرودوي باش يكون بارفي خصو يكون بحال كاع لي برودوي الاخرين. if there is something different in you ولا في داك البرودوي كتعتبر default, but that's not true. It's not, there is nothing wrong with it, it's just different. باش كندوي على الناس because انت ماشي برودوي، you are a fucking human being, you are allowed to make your mistakes, you are allowed to make your mistakes. ما كاينش شي واحد في الدنيا اللي هذه حياته ال 15 اللي غادي يعيشها هنايا باش يقول لنا how to do things. no، حتى واحد فينا ما عارف. embrace your mistakes، جلس مع راسك و get to know you. اوكي انا الا ما كانش خاصني نرضي فلان وفلان 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 وفلانه، شنو كنت غادي ندير؟ you get to know. خصك تعرف راسك شكون انت بعيدا على societal pressure، بعيدا على الضغط ديال المجتمع. انا نعطيكم اكزامبل، انا ويوتيوب قلتها لكم شحال من مره، انا كنحماق على اليوتيوب. اللاده ديال انني نكون like this نهضر مع الناس كتحمقني بغض النظر. I really really love it. ضيعت بزاف الوقت ما درتهاش حينتاش in my mind I was going to get judged but ماشي by people. I was داكشي اللي تحفر ليا في دماغي على so called influencers ولا so called youtubers و no they are cringy, no they are this, no they are that، خلاتني انني ديما نخاف نحط راسي في هاد situation because what if people think I'm cringy. but نسيت في هاد المسار، نسيت انه I don't have to do it that way. YouTube is just a tool. I decide how to do it and I decided, you know what, fuck it, I'll do it my way. And I don't care what anyone thinks. I don't care if people see me trying. لقيت راسي بلي انا خايفه اكثر من انني ما نحاولش على انني نحاول والناس يضحكوا عليا. I don't care. عرفتي واحد الاحساس ديال الحريه اللي حسيت بها، it's amazing. واحد الراحه النفسيه ديال fuck it, I choose me, I choose me and I don't care if the society is gonna be satisfied with me and I don't care if people leave me يمشيو الناس ولا يبقاو، ولا ما كيهمش، حيتاش الناس اللي غادي يبقاو معاك فاش كتبين طبيعتك هما الناس اللي بصح باغيينك على حقيقتك. والناس اللي مشاو كانوا ناس باغيين غير بارتس منك، غير اجزاء منك، اولا باغيينك غير على اشنو تقدر دير ليهم، اولا باغيينك because they benefit، كيستافدوا من انك انت ما تعيش على طبيعتك. so don't worry just choose you. فاش
بعدا غادي تعرف على راسك. let me remove this. فاش غادي تعرف على راسك you're gonna realize ها دابا انا كنعرف راسي، ها شنو فيا وها شنو فيا وها شنو فيا. غادي تقدر انك تجلس وديفلوبي راسك ديال بصح. هذه هي اللي سميتها ديفلوبي راسك. قبل ما ديفلوبي راسك كتمشي لواحد البيريود بعدا ديال سوليتود باش نكونوا واضحين. ضروري من البيريود ديال انك تكون بوحدك، حيت ما عمرك ما غادي تعرف راسك طول ما انت وسط الهراج وطول ما الاصوات كدور بك بزاف. وتمشي بوحدك ما كيعنيش انك غتسد عليك الباب. كل واحد كيفاش كتكون. بالنسبه لي انا كانت physically pulling myself away from people، ولكن mentally كيهم انك mentally تدخل في حاله ديال solitude، بمعنى انه كاع دوك الاصوات كنولي ساد عليهم وكنفلتري، وانا اللي كنقيم راسي براسي. انا كنولي checking myself. اوكي ها شنو فيا ها شنو فيا شنو فيا شنو فيا، شنو خاص يبقى وشنو خاص يمشي، شنو اللي ديالي وشنو اللي ملصقه فيه سوسايتي. وهادشي راه ما كيبانش مع الاول، راه ماشي غير كتجلس نو. هادشي هذا راه بروسيس كياخذ سنين. حيت ما تنساش مثلا انا عندي 23 عام، راه واحد لو مينيموم ديال I'd say 17 years 16 17 عام ديال programmation. it takes time. it took me 6 years وانا هنا وباقي المشوار غادي. راه الحلاوه ديال الدنيا هي الجورني. ما تبقاوش غادي ندوزو لمرحله اخرى اللي هي ديال الخوف. حيت حتى الخوف كيخليك انك خايف انك تطلق من داكشي اللي ماشي ديالك، حيت هو اللي كيصحاب لك في راسك انه if you do راه غادي تولي بوحدك، ولا راه كلشي ما غاديش ما غتبقاش عندك بلاصه زعما في السوسايتي، وغادي تولي ويردو وغادي تولي no no it's okay it's okay it's not that big of a deal. trust me no one gives a fuck. داكشي راه كيانستاليو فيك وكيخليوك. راه حتى شي واحد ما غادي كما قلت لك من غير الفيو بيبل اللي غادي يمشيو fuck them fuck them who cares fuck them. الانسان ما متقبلكش على طبيعتك، علاش غادي تبغيه يبقى؟ خاصه ملي كتخدم على راسك وطبيعتك ما كيكونش فيها الاذى للناس. جانسيست ماشي انا هكا I'm gonna fuck everyone else because this is me. no, you hold yourself fucking accountable. you make sure that your authenticity does not hurt the others. جيت قلت لكم ضروري نفرقوا ما بين الوقاحه وما بين انك تكون انسان على طبيعتك ولا انسان ما كتنافقش. different. كنت غادي نلخص steps necessary باش discovery who you are. غادي نبداو باول حاجه بديهيا عرف راسك، تعرف على راسك which means شنو كيعجبك، شنو اللي ما كيوالمش المبادئ ديالك، شنو هما بعدا المبادئ ديالك هما الاولين. تعرف شنو هما المبادئ ديالك انت. واهم حاجه في هذا البروسيس اللي انت you're questioning yourself، كتشكك في راسك في ليدونتيتي ديالك باش تعرف شنو اللي ديالك وشنو اللي ما ديالكش. you have to be honest with yourself. اصعب واحد يضحك عليك هو راسك. ففي هذا البروسيس make sure انك ما كتضحكش على راسك. نمبر 2 بدا تدريجيا. هذا البروسيس هذا كيخصك تمشي فيه شويه بشويه. اوكي no rush. there is absolutely no rush. ما محتاجش انك تشد حياتك وتقلبها فجاه. صافي انا غادي نخرج من الخدمه وغادي نتفرق مع الناس وغادي نو هيك خطوه خطوه كيقولها درجه درجه لا بغيتي توصل. and الا كنت غادي نعطيك a keyword it would be المواقف. خلي المواقف ديال الدنيا هما اللي غادي يعاونوك انك ديسكفري راسك. حيتاش فاش كتكون في هذا البروسيس ديال انك اكتيفلي و كونشسلي كتحاول تكتشف راسك، فاش غادي يجيو مواقف اللي كنت غادي تمشي فيهم بالاوتو مود او غادي تاخذ قرارات بالاوتو مود، دابا لا، خاصك تحاول انك تقرر وتوجه راسك وتهاندلي هذوك المواقف بالنيو فيرجن اوف يو which is the real you. اشنو كيفاش كنت غادي ناخذ هذا القرار او كيفاش كنت غادي نتعامل مع هذا الموقف بعيدا على الضغط المجتمعي. انا بصح لداخل اشنو كنت غادي ندير. and you do that شويه بشويه 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 you get used to it and it becomes you. عرفتي ديك fake it until you make it، المعنى ديالها تقريبا الحقيقي راه بحال هكا. you do it again and again and again consciously. من بعد
it gets engraved كتولي بالاوتو مود and that's literally you. كيف ما البروغراميشن ديال السوسايتي was engraved الناس ولينا كنخدمو بها بالاوتو مود, the deprogrammation اللي كنديرو لراسنا حتى هي eventually it becomes an auto mode, but it's the good one because we consciously chose it. The third point would be تعلموا تقولوا لا. This is a big advice عرفتي, وتقريبا من بين اصعب lessons اللي اي واحد فينا كيخصو يتعلمهم eventually, which is saying no is literally a big lesson, because ماشي كلشي خاصك توافق عليه, واي حاجه اللي كتقول ليها انت كتقول لا لحاجه اخرى. فالو الا كنتي كتقول لحوايج اللي انت ما باغيهمش ولكن كتقول باش ترضي الناس, فانت كتقول لا لحوايج اللي انت باغيهم وحوايج اللي would actually bring you peace and harmony into your life. So be careful شنو اللي كتقول yes to. and الرفض ماشي وقاحه, okay? When it comes to choosing yourself, it's not rudeness, it's a power, your power. So call it the fuck back to you. Number 4, حيد الناس اللي كيطفيوك. people who dim your light, kick them the fuck off. وغادي تلقى بزاف منهم, trust me, because when you choose to live authentically, you will always trigger those who can't face the reality. فاش كتختار انك تعيش على طبيعتك, ديما غادي تريغري, ديما غادي تعصب. هما معصبين من عند الله, it's not your fault, okay? but تعصب الناس اللي they're jealous من القدرة ديالك انك تعبر على راسك. علاش انت تخرج من هذا القالب اللي حنا كلنا conforming to. I need you to know ماشي مسؤوليتك انك تبقى كتراري بهم. fuck them hoes, fuck them hoes. choose your motherfucking self. بغاو يضحكوا, بغاو يطيروا, بغاو to gossip, it does not fucking matter. They are miserable, they are literally fucking miserable, and I have to stand up to say this. Do not let them dictate your life by their judgments, because بهذيك الطريقه كيربحوا, غادي يبقاو ديما يربحوا, ما حد كتخليهم. let them fucking lose. and obviously من ورا هاد النقطه هذه غادي تجي النقطه ديال صاحب الناس اللي بغاوك كيف ما انت. befriend people who want you for who you are. البارح I was having a conversation with someone, and في إطار الconversation I said you don't have to conform to the societal pressure. خاصك غير تكون قادر انك توقف بوحدك لواحد المده, غير على ما نفسك الحقيقيه او لا طبيعتك تجر الناس اللي كيشبهوا لك. حيد الناس اللي كانوا غير محطوطين تما because the society told you to. لقى القوه باش انك توقف بوحدك الا كنتي محتاج توقف بوحدك, وفي الاخر غادي تلقى الناس اللي غادي يبغيوك كيف ما انت, حيت شافوك كيف ما انت واختاروا يكونوا صحابك او لا your partner او anything او لا anything كيف ما انت. That's powerful, that's the goal. حاجه اخرى, it would be the end because this is all I have to say to you, but I need you to know it sounds scary but it's fucking worth it. الحياة راه ما جيناش باش نجيو ونديرو صافي عندي 20 عام خصني دار وطوموبيل والخدمه وخصني هاد البارتنر وخصني السوسايتي تشوفني. no, life is a journey. غلط, جرب, طيح, نوض, زبلها, learn, make mistakes, ديروا بزاف الاغلاط, it's okay. it's a life for fuck's sake. it's about the journey, it's not about the destination. راه هي القبر. فين كتجريو ما عرفتش فين كتجريو, اخرتها قبر. enjoy the fucking journey. ماشي ضروري انك تعرف شنو الكارير اللي باغي دير في البدايه العشرينيات ديالك, ماشي ضروري انك تعرف شمن تايب ديال البارتنر باغي, ماشي ضروري انك تعرف الستيل ديالك, ماشي ضروري انك تعرف فين باغي تسكن, ماشي ضروري انك تعرف no.
خاصك تجرب باش تعرف، وخاصك تعرف راسك انت باش تعرف what actually brings peace to you, what type of life you want, you, because you matter. ما تبقاوش تعاملوا راسكم بحال ما you don't matter. ما عرفتش علاش when I see people doing this والله العظيم الا كتجيوني بحال ما كتحملوش راسكم. واش ما كتحملوش راسكم؟ واش لهاد الدرجه كتبغيو الناس اكثر ما كتبغيو راسكم؟ كيهمكم الكومفورت والرضا ديال الناس اكثر ما كيهمكم الكومفورت والرضا ديال راسكم. Bitch that could never be me ever. So اصدق حاجه وازين حاجه واجمل حاجه اللي تقدر تقدمها لينا في هذا العالم هو انك تكون انت على طبيعتك وتخدم على طبيعتك to be a beautiful thing that brings peace and beauty to the world. احنا ما محتاجينش دي كوبي. we're not fucking robots. We need unique people. احنا محتاجين ناس اللي special اللي unique اللي they are themselves, you know, so we would discover each other, so we would experience life from different perspectives. متبقاوش مشاركين في perspective واحد. That's so unfair to you and to us. We want you to be who you are because we want the excitement that comes with that. That's all I have to say. I hope you all have a good day, and I'll see you next Friday. Bye.